الدنيا مقلوبة على البروتين الطبيعي اللي عملته في البيت ب20 جنيه، وعايزين الطريقة بالتفصيل. اقول لكم دلوقتي الطريقة بالتفصيل، بس قبل ما اقولها، البنات اللي بتقول ان انا عاملة شعري سشوار، انا والله ما عاملة شعري سشوار. وانا اصلا عشان كده ما رضيتش اقول ايه نوع زيت التسلخات اللي انا استخدمته، عشان ما تقولوش ان انا عاملة دعاية. انا كده اهو، انا مش ببيع منتج، ماليش مصلحة، تمام؟ استخدمي اي زيت تسلخات لاطفال، اي بيبي اويل موجود في البلد اللي انت فيها استخدميه. انا مش في مصر، استخدمت هنا نوع عجيب غريب. انت موجوده في اي بلد استخدمي اي زيت بيبي اويل. المهم، الطريقه ازاي؟ هتجيبي البيبي اويل تحطيه ما تحطيش على الجذور، من بعد الجذور تمسكي الشعرايه وتكملي على الشعرايه كلها من بعد الجذور وتحطي. تمام؟ تسيبيه على شعرك قد ايه؟ 8 ساعات. التكنيك كله في الغسل بقى، بتغسليه بالميه عادي كويس، وبعد كده بتحطي حمام كريم عليه معلقه بانتينول، وتسيبيه على شعرك حوالي ساعتين. تمام؟ بعد كده تغسلي شعرك كويس من حمام الكريم، وتحطي كونديشنر بلسم حوالي نص ساعه. تغسلي شعرك بعد الكلام ده كله ايه؟ بشامبو كويس جدا، ماشي؟ وتروحي لفه شعرك دوامه نص على جنب كام ساعه، وعلى الجنب التاني كام ساعه لحد ما ينشف. هتلاقي شعرك زي ما شفتيه. بس بقى انا عايزه اوريكم شعري بعد ما عدى يوم ونص من الطريقه. هتلاقوا حاجه بقى، انا اول مره اجرب الوصفه معاكم. بصوا، النعومه موجوده، اللمعه موجوده، لكن ابتدى يدي ويفي من مكان التوكه اللي انا حطاها. تمام؟ فانتي لو بتدوري على ان شعرك يبقى مفرود كده، لا، الوصفه دي لا. لكن لو بتدوري ان شعرك يبقى ناعم كانك عاملاه ناعم وطري، بس فيه تكسيرات كده مكان لمة الشعر بقى، مكان اي حاجه، يبقى الطريقه دي حلوه.